السلام عليكم متابعين، اهلا وسهلا بكم. فيديو جديد، موضوع جديد. تبعوا هذا الفيديو هذا حتى الاخر باش تستافدوا من هذا الفيديو هذا. اللي باقي ما دخلش للجروب واتساب راه غادي تلقاو لين تحت هذا الفيديو او في اول كومونتير. الموضوع ديال هذا الفيديو شفتي العنوان وعجبك وبغيتي تدخل باش تستافد، فمرحبا بك. افضل طريقه لرفع الفيما بدون اصابات. كنهضر على الفيما بزاف في القناه في الفيديوهات عندي، لانها مهم انك خاصك تحافظ على الفيما، خاصك تعرفها بعدا هو الاول. ماشي فقط نعرف شحال عندي في الفيما، ولكن خاصني نتريني نتدرب بها في التدريب بالنسب المئويه. راه شرحتها في الفيديوهات السابقه، غادي نحاول نحط لكم اللينات ديال الفيديوهات تحت هذا الفيديو هذا. افضل طريقه باش نرفع الفيما ديالي بدون اصابات، تدرب بالفيما وما كتطورش. شحال من واحد كيتريني وما كيتطورش، واخا عرف الفيما ديالو ولكن هو ما كيتطورش. هاد الاخطاء هي السبب. بزاف منكم كيحسبوا ان باش طور الفيما خاصك غير تجري بسرعه كل اسبوع. كاين اللي كيركز على السرعه، دائما كيركز على السرعه، خصو هو ديما يجري بسرعه. هذه الفكره هي اللي كتعرضنا للاصابه قبل ما نشوفوا التطور. اذا ضيعتي بزاف ديال الوقت والجهد. بطبيعه الحال كتركز على السرعه حتى كتجيب الاصابه في رجليك. باش تطور، اولا الفيما هي اعلى سرعه يقدر الجسم ديالك يجري بها وهو مازال كيستعمل الاكسجين، بمعنى ماكسيموم ديالك بشكل فعال. كلما طلعت الفيما ديالك كلما ولات السرعه اسهل في هذه المسافات هذو 5 10 الماراثون سومي ماراثون. يعني رفع الفيما كيخليك تجري اسرع، تتحمل اكثر، وكتحسن الاقتصاد ديال الجري ديالك. باغي تطور لياقتك البدنيه وتحقق نتائج افضل؟ انضم معنا في جروب واتساب خاص بنا. غادي تلقى نصائح رياضيه وتوجيهات وتمارين مفيده. الرابط غادي تلقاه في الوصف تحت هذا الفيديو هذا. ما تضيعش هذه الفرصه هذه. مرحبا بك معنا، انضم الان معنا. يعني الفيما راه خاصنا ضروري نعرفوها هو الاول ونحسبوها، ومن بعد نخدموا بها في البرنامج التدريبي ديالنا في الحصص اللي كنديروا. ماشي فقط نعرف الفيما ديالي صافي ونبقى هي كنجري، ما كنريقلش الريتم ديالي. طبعا غادي خصني كرونو غارمين هو باش كنخدموا، هما باش كيخدموا كاع الدراري الاغلبيه كيخدموا بكار باش تعبر بها الريتم ديالك بشحال كتمشي في الحصص التدريبيه ديالك. الخطا اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال الناس انهم كيبداو التدريب بسرعه اكثر وكيظنوا انه عادي، انه غادي يتطور بسرعه. راه الا كنتي كتركزي على السرعه راه لا يعني بانك راه غادي تتطور بسرعه. هذا خطا. الحقيقه ان الجسم لا يتطور فقط بالضغط عليه. الجسم ديالنا راه ما تتطورش بالتدريب الشاقه والسرعه. لا الجسم كيحتاج الراحه باش يتاقلم مع التدريب. ثالثا السر، خاصك يكون عندك اساس ديال التحمل هو الاساس، والسرعه هي السقف. مثلا الى كان الاساس الى كان الاساس ضعيف فالسقف غادي يطيح. السر الرابع، كيزيدوا السرعه كل اسبوع. الافضل انك تزيد الحمل بالتدريج. يعني اول حاجه خصنا نركزوا عليها هو قوه التحمل، هي الاساس، هي اللي خصنا نخدموا عليها، خصنا نطوروها وتكون عندنا قوه التحمل باش ما نتعرضوش للاصابات. وفي نفس الوقت غادي نبقاو كنتطوروا وغادي يكون عندنا واحد المستوى اللي غادي نقدروا نحافظوا. ما يمكنش غير تجي وتطور غير هكا، ضروري من قوه التحمل. قلت لكم هنا الافضل انك تزيد الحمل على التدريج، عدد التكرارات، مجموعه ديال المسافات، تقلل وقت الراحه. هادو من الاسباب اللي ما كتخليناش نطوروا، انك كتزيد دغيا في البرنامج التدريبي ديالك السيمانه على السيمانه، كتزيد بزاف ديال مثلا نيسيري مثلا كتزيدهم بزاف، مجموعه ديال المسافات بحال دابا مثلا لي فوتينغ
هاد السيمانه درتي مثلا 12 كيلومتر اعلى تينك عندك السيمانه الاخرى درتي مثلا 18 كيلومتر، يعني زدتي بزاف. هاد السيمانه درت 12، السيمانه الاخرى ندير 13 14. شهر ديال التدريب نزيد فيه واحد 3 كيلومتر ولا 4 في الفوتين، بمعنى ما كنجيش ونزيد واحد الكيلومتراج طالع في البرنامج ديالي التدريبي. الدراري راه عارفين اللي كيترينيو بالبرنامج، اللي باقي ما عارفش ما معنى البرنامج يلتحق بينا في باش نشرحوا لك ما معنى البرنامج، او تقلل وقت الراحه، بمعنى انك ما كترتاحش ما كتريكيبيريش. قدر هاد السيمانه مثلا درتي نهار روبو، السيمانه الاخرى ما درتيش كاع الروبو، هذا خطا. خصك ضروري دير الروبو في البرنامج التدريبي. السر الاحماء، السر ديال باش انك تطور وما تعرضش للاصابات هو دائما تنقول لكم الاحماء ديما تيكون معك دائما، هو من الادوات اللي خص يكونوا معك دائما. خصك دير الاحماء و بي بي اس لي رونفورسمون لي زانديكاتيف هادو خصك ديما ديرهم. التغذيه الصحيه والنوم الكافي هادشي هو اللي كيطورك، ماشي انك تبقى تقول لا راه خصني نتريني ديما، نتريني الاثنين ونتريني الثلاثه. انت كتركزي على الايام اللي خصك تريني فيها، ولكن هذوك الايام شنو بغيتي دير فيها ما كتركزش عليها، وكذلك ما كديرش تغذيه صحيه وما كتنعسش مزيان. وهذا الاحماء و بي بي اس ما كديرهمش، يعني كتريني بالعشوائيه، وهذا الشيء هو اللي تيخليك انك ما كتطورش وكتعرض للاصابه. مثلا بحال دابا البرنامج التدريبي بحال دابا مثلا الاثنين ثلاثه الاربعاء الخميس، هذا كل مره شنو كنخدموا، كل نهار شنو عندنا مثلا فوتينغ، هنا عندنا مثلا لي سيري اولا فارتليك، هنا عندنا فوتينغ، وهذا الشيء كامل كندير فيه الاحماء. الاحماء هنا الاحماء هنا الاحماء هنا الاحماء هنا، دائما كندير الاحماء بي بي اس دائما باش نبقى ديما في تطور، والمستوى ديالي تيتطور وتنبقى كنتطور وكنبقى محافظ على هذاك التطور. خلاصه لهذا الفيديو كامل، هذا الشيء اللي شرحت لكم كامل خلاصه تطور فيما بني التحمل. اولا كنبنيو قوه التحمل هو الاول، كنديروا الاحماء، نركزوا على الاحماء، نركزوا على الجوده ماشي الكميه، الجوده ديال الحصص التدريبيه اللي كنديروا، جوده التدريب. زيد الحمل بالتدريج، يعني كيف قلت لكم المسافات ديال كل اسبوع كنزيد غير كيلومتراج قليل. العدد ديال السيريات كنزيدو حتى هو غير بشويه، لي فارتليك كذلك تنزيد فيهم حتى هما بشويه. المهم كاع البرنامج التدريبي كامل كاع الحصص كنزيد فيهم الحمل غير بشويه. خذ الراحه الكافيه بين الحصص، دير تمارين القوه، النوم والتغذيه داخله في لا ريكيبيراسيون. تمارين القوه هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو هذا، فيما ما كتطلعش بالتهور، كتطلع بالذكاء اللي كيعرف يوازي بين السرعه والراحه والقوه، دائما كيوصل للافضل ويحافظ عليه بلا اصابات، بدون اصابات، لان الاصابه هي طبعا هي اللي كتنهي واحد الفتره ديال التدريب وتقدر تجلس لايام او شهور. لذلك هذا الشيء ما بغينا حتى شي واحد، هذاك الشيء علاش ديما تنعطيكم معلومات اللي غادي تستافدوا منها، واللي بيجري يحاول يطبق، وعزيز عليه الجري يحاول يطبق هذا الشيء اللي كنشرح لكم في الفيديوهات ديالي. تحياتي لكم والسلام عليكم.